تبدأ أحداث الفيلم في لوس أنجلوس سنة 1992، في وقت كانت فيه البلد كلها عايشة في حالة من التوتر والعنصرية والمشاكل الاجتماعية. بنتعرف بقى على ميرسر، راجل بيحاول يلم نفسه ويبدأ حياته من جديد بعد فترة صعبة عدت عليه. يوم من الأيام جاله اتصال من هيئة حماية الطفل، وعرف إنه أخيرا أخد حضانة مشروطة لابنه أنطوان. ورغم إن العلاقة بينهم كانت متوترة شوية ومليانة مشاكل من زمان، ميرسر كان مصمم إنه يتحمل المسؤولية دي ويعوض ابنه عن السنين اللي فاتته. بعد المكالمة دي على طول دخل أوضة أنطوان وصحاه علشان يجهز ويروح المدرسة. في نفس الوقت بقى كان في مكان تاني في المدينة، كان في راجل اسمه ريجان يقابل واحد صاحبه. ريجان عرض عليه يشارك معاه في عملية سرقة أخيرة، وكان مقتنع إن العملية دي هتبقى فرصتهم الأخيرة علشان يسيبوا حياة الجريمة ويبدأوا صفحة جديدة. فيلم بيرجع بينا بقى لبيت ميرسر اللي كان بيجهز الفطار لابنه، لكن أنطوان رفض ياكل وفضل متحفظ ومش عايز يتعامل معاه. كان واضح جدا إن في توتر كبير ما بينهم. في الخلفية كان في راديو شغال بيتكلم عن قضية رودني كينج اللي كانت شاغلة الناس كلها وقتها. رودني كينج ده بيبقى راجل أسود وكان اتضرب ضرب مبرح على ايد مجموعة من رجال الشرطة البيض، وكل اللي حصل كان متصور بالفيديو وقت الحادثة. والحادثة دي عملت غضب كبير وسط المجتمع الأسود وبقيت حديث الناس كلها. ميرسر حاول يقرب من ابنه ويكسر الحاجز اللي بينهم، لكن انطوان كان لسه شايل جواه وجع وغضب سنين طويلة، وبدأ يواجه أبوه ويتهمه إن هو سابه وهو صغير وإنه ما كانش موجود وقت الحادثة اللي حصلت لأمه. في الأول ميرس حاول يسمع له ويستحمل كلامه، لكنه خرج عن شعوره لما انطوان قال كلمة مهينة في حقه. وقتها على صوته وقال له إنه لازم يحترمه، وبعدها حدد له ميعاد صارم يرجع فيه البيت، خصوصا بعد التوترات اللي كانت بتحصل في المدينة بسبب قضية رودني كينج. الناحية التانية بقى كان ريجان رايح ياخد أخوه دينيس، وبعد كده راحوا يزوروا أبوهم ليل، المعروف إنه راجل شديد وصعب في التعامل. ريجان استغل الزيارة دي علشان يشرح لهم خطة السرقة اللي مجهزها، وكان عايز يثبت لأخوه وأبوه إن الخطة دي ممكن تنجح فعلا وتغير حياتهم بالكامل. وفي مكان تاني بقى كان ميرس بيتسوق في محل بقالة، وأثناء ما كان بيشتري حاجته شاف شوية بلطجية بيضايقوا الكاشيرة الآسيوية. المنظر ضايقه جدا، فقرر يتدخل بهدوء وطلب منهم يبطلوا اللي بيعملوه. لكن بدل ما يهدوا بقوا أعنف. واحد منهم طلع مسدس وحطه على راس ميرس مباشرة، وقبل ما الموضوع يتقلب لمصيبة بيتدخل راجل كبير اسمه ديفل، سحب الشباب لبعيد ووبخهم بعنف على تصرفهم، فكرهم بمكانة ميرسر وإن الناس كلها كانت بتحترمه زمان. بعد ما الشباب فهموا إن هم غلطوا، ديفل اعتذر لميرسر بنفسه، وأثناء كلامهم سألوا عن المدة اللي قضاها بره السجن. ميرسر رد عليه بهدوء وقال له إنه خرج من السجن من حوالي 6 شهور، وإن دلوقتي بيحاول يعيش بهدوء ويبدأ حياته من أول وجديد. نفس الوقت بقى كان ريجان واخد أبوه لمصنع معين علشان يشرح له تفاصيل العملية الكبيرة اللي ناوي يعملها. الهدف كان خزنة موجودة جوه مصنع فيها بلاتين قيمته حوالي 10 ملايين دولار. ريجان شرح الخطة بثقة كبيرة ووراهم خرائط ومعلومات سرية جايبها من شخص شغال جوه المصنع. كمان وضح ان الخزنة عليها نظام انذار متطور جدا، والانذار لو اشتغل قفص حديدي هينزل ويقفل على الخزنة بالكامل، وساعتها الوصول للي جوه هيبقى شبه مستحيل. رغم الثقة اللي كان بيتكلم بها ريجان، ابوه ما اقتنعش وقال ان العملية اكبر منهم بكتير وانها فوق امكانياتهم، وفضل كمان يشكك في قدرتهم على اختراق النظام الحراسة والكاميرات الامنية المنتشرة في المصنع كله. الكلام ده احبط ريجان جدا، لكنه سكت وما اتدخلش في اي نقاش. وبعدها رجع ابوه البيت. في نفس الوقت كان ميرسر موجود في نفس المصنع لانه بيشتغل هناك، وشفناه وهو بيستلم بطاقة الدخول والمفاتيح من عند الامن. وبعدها وقف يتكلم شوية مع جوزيف، وده يبقى رئيس مصنع الامن في المصنع. واثناء بقى كلامهم جابوا سيرة قضية رودني كينج. جوزيف كان قلقان جدا من التوتر اللي بيزيد في الشوارع، وقال انه متوقع ان هي هتحصل فوضى كبيرة لو المحكمة حكمت ضد الضحية. وبعد كده بدأ ميرسل شغله، بينما رجعت الاحداث لريجان واخوه دينيس. ريجان كان لسه متضايق من رفض ابوه للخطة، لكن دينيس وقف جنبه وحاول يشجعه ويخليه متمسك بفكرته. بعد شوية بقى جه الخبر اللي الناس كلها كانت مستنياه. هيئة المحلفين أعلنت براءة رجل الشرطة والمتورطين في قضية رودني كينج. الحكم ده صدم المجتمع الأسود كله وفجر موجة غضب ضخمة. خلال وقت قصير جدا بقى بدأت المظاهرات تنتشر في شوارع لوس أنجلوس، بعدها تحولت لأعمال شغب وعنف وفوضى كبيرة في المدينة كلها. أنطوان رجع من المدرسة بسرعة وهو مصدوم من اللي شايفه حواليه، وقريب من منطقتهم كان في محل خمور بيتنهب على إيد مجموعة كبيرة من الناس، وجوه البيت كان في شاشات تلفزيون بتنقل صور الشوارع المولعة والمظاهرات الضخمة اللي احتاجت المدينة. وفي المقابل كان ريجان بيبيع الأخبار هو كمان، ولما شاف إن الشرطة كلها تقريبا مشغولة ومحاولة السيطرة على أعمال الشغب، جات له فكرة مهمة جدا. اعتبر إن دي أحسن فرصة ممكنة لتنفيذ عملية السرقة،
لأن قوات الأمن كلها مشتتة ومشغولة بالأحداث اللي بتحصل. وعلى طول كلم أبوه تاني يوم، والمفاجأة إن أبوه وافق أخيرا على تنفيذ الخطة. نفس الوقت ده بقى إدارة المصنع قررت تبعت الموظفين بيوتهم بدري حفاظا على سلامتهم، وطلبت منهم يبعدوا عن أماكن الشغب على قد ما يقدروا. وبعدها بفترة قصيرة جه لريجان اتصال من المصدر بتاعه جوه المصنع. المصدر قال له إن عدد العمال والحراس بقى أقل من الطبيعي بسبب الظروف الطارئة. هنا ريجان عرف إن الفرصة المثالية وصلت أخيرا. جمع أخوه دينيس بسرعة وبدأوا يتحركوا فورا علشان ينفذوا الخطة الخطيرة اللي ممكن تغير حياتهم للأبد. في الوقت ده بقى كان باقي أفراد العصابة بيتجمعوا واحد ورا التاني عشان ينفذوا العملية، وهم في الطريق بيقفوا عند بيت كوبلاند علشان ياخدوه معاهم. وهنا بنعرف برضو إن مرات كوبلاند كانت حامل في آخر شهور الحمل، وكانت خايفة جدا من العملية دي وحاسة إن فيها خطر كبير، وحاولت تقنعه ما يروحش، لكنه طمنها وقال لها تقفل على نفسها البيت كويس وتفضل في أمان لحد ما يرجع. الناحية التانية بقى كان ميرسر لسه في المصنع، وبدأ القلق ياكله على أنطوان. قال لجوزيف رئيس الأمن إن بيته موجود في حي أغلب سكانه من السود، ومع أعمال الشغب المولعة في كل مكان بقى قلقان جدا على ابنه. جوزيف تفهم خوفه وقال له إنه لو حب وهو وأنطوان يقعدوا جوه المصنع لحد ما الدنيا تهدى فالمكان مفتوح ليهم. نفس الوقت راح رجاني يجيب أبوه، لكنه اتفاجئ إن أبوه جايب معاه 2 بلطجية مأجورين علشان الحماية وكده. رجان أصلا كان مضغوط ومتعصب، ولما شاف البلطجية اتضايق أكتر لأنه كان شايف إن وجودهم ممكن يبوظ العملية كلها. أما ميرسر فكان بيحاول يتحرك وسط شوارع بقت عبارة عن فوضى كاملة، حرائق ونهب ومشاغبين في كل حتة والدنيا بايظة خالص. وهو بيدور على أنطوان بكل خوف، لما وصل البيت لقى المكان فاضي فاتوتر أكتر وبدأ يدور على ابنه في كل مكان وهو مرعوب يكون جراله حاجة. في المقابل كانت العصابة بتاعت ريجان اتحركت ناحية المصنع، وجوه المصنع كان جوزيف قاعد قدام الشاشات وحاسس بملل، فقرر يسيب غرفة المراقبة شوية ويعمل جولة بنفسه. وفي اللحظة دي بالظبط وصل ريجان ورجالته عند البوابة الرئيسية. استخدم ريجان الصاعق الكهربائي ضد الحارس الوحيد اللي موجود هناك، وبعدها ربطوه بسرعة ودخلوا المصنع وهم مقتنعين ان مفيش حد جوه. العصابة دخلت من منطقة التحميل بثقة كبيرة، ولكن فجأة لقوا جوزيف واقف جنب ماكينة المشروبات. ريجان حاول يهدي الوضع وقال له يبعد من هناك ويمشي من طريقهم ومش هيحصل له حاجة. لكن قبل ما يسيطر على الموقف واحد من البلطجية اللي جابهم ابوه طلع سلاحه وضرب زوجيف بالنار. ريجان اتجنن من الغضب وهدد البلطجي، لكن البلطجي رد عليه بنفس الطريقة وكانوا هيضربوا بعض. وفي آخر لحظة تدخل الأب ليل وفكرهم إن هم جايين هنا علشان هدف واحد بس، ألا وهو السرقة ثم السرقة. بعد ما الوضع بدأ يهدى شوية بدأت البلطجية يقطعوا خطوط التليفونات ويعطلوا أنظمة المراقبة. بعدها استخدموا رافعة شوكية علشان يقدروا يوصلوا لغرفة الخزنة، وبدأوا يجهزوا معدات علشان يقدروا يفتحوها. في وسط كل ده بقى كان ميرسر أخيرا لقى أنطوان وشافه واقف قدام محل بقالة بيتنهب من مجموعة مشاغبين. ميرسر حس براحة لأنه لقى سليم، ولكن في نفس الوقت كان غضبان جدا. مسكوا من هدومه وسحبوا بعيد عن المكان من غير كلام كتير، وبعدها أخدوا ناحية العربية علشان يركبوا ويمشوا. في المصنع بقى بدأت العصابة تحفر في الخزنة بكل قوتها، ولكن من غير ما حد يعرف جوزيف كان لسه عايش. رغم إصابته الخطيرة قدر يزحف بالعافية لحد لوحة التحكم الأمنية، وباستخدام آخر قوة عنده ضغط على زر الطوارئ، وفورا النظام الأمني اشتغل وبدأ قفص حديدي ضخم ينزل حوالين الخزنة. ريجان شاف اللي بيحصل بسرعة فحرك الرافعة الشوكية لقدام علشان يمنع القفص منه يقفل بالكامل، ولكن وسط الفوضى حصلت كارثة. كوبلاند رجله دخلت بالغلط تحت الرافعة الأمامية، والوزن الضخم للرافعة سحق رجله بالكامل. كوبلاند فضل يصرخ من شدة الألم والمشهد كان صعب جدا. ريجان اتوتر وحاول يرجع الرافعة لورا علشان يقدر ينقذه، ولكن أبوه رفض نهائي وقال له لو الرافعة اتحركت القفص هيقفل بالكامل وساعتها العملية كلها هتفشل. الكلام ده خلى ريجان ينفجر، فضل يزعق في أبوه ويتهمه إن هو طول عمره أناني وما بيهتمش غير بنفسه. ولكن الليل كان بارد جدا، أمر البلطجية ياخدوا مفاتيح الرافعة من ريجان علشان يمنعوه من إنقاذ صاحبه. في نفس الوقت بقى الإنذار اللي فعله جوزيف وصل للسلطات أخيرا، وفورا اتحركت هليكوبتر شرطة علشان تتأكد من اللي بيحصل في المصنع. على الجانب التاني بقى حاول أنطوان يهرب من العربية، كان عايز يشارك في المظاهرات والفوضى اللي ماليه الشوارع، ولكن ميرسر جرى وراه ولحقه وسحبه تاني جوه العربيه بالقوه. وبعدها بدا يتكلم معاها بجديه شديده وقال له ان العنف عمره ما كان حل للمشاكل المتراكمه على مدار السنين، وحاول يفهمه ان اعمال الشغب دي في الاخر بتدمر مجتمعهم قبل اي حد تاني. وكمان قال له ان الناس اللي ماسكه السلطه دي متوقعه رد الفعل ده، وان اللي بيحصل ده بيديلهم اللي هم عايزينه. في المصنع بقى كمل البلطجيه تعطيل بقى انظمه الانذار علشان يتاكد
اتأكدوا إن جوزيف مش هيبلغ عنهم تاني، ولكنهم اكتشفوا إنه لسه عايش، ومن غير أي رحمة ضربوه بالنار مرة تانية، والمرة دي كانت النهاية. وبكده مات جوزيف بعد ما حاول بكل شجاعة يوقف السرقة. وبعد ما تخلصوا منه رجعوا يركزوا على فتح الخزنة من تاني، وأثناء بقى وهم في الطريق شاف ميرسل وأنطوان منظر صادم. مجموعة من الرجال السود كانوا بيعتدوا على زوجين أبيضين أبرياء في نص الشارع. ميرسل وقف العربية فورا ونزل، ومن غير تردد دخل يواجههم واستخدم قوته وسيطر عليهم واحد ورا التاني، وبعدها ساعد الزوجين يهربوا. طلب منهم يبعدوا بسرعة عن المنطقة وتأكد إنهم بقوا في أمان قبل ما يرجع للعربية. وعلى الجانب التاني في المصنع كانت العصابة خلاص بتجهز كل المعدات والمتفجرات اللي معاهم علشان تفتح بيها الخزنة، ولكن فجأة ظهرت هليكوبتر فوق المصنع، وظباط الشرطة اللي فيها بدأوا يراقبوا المكان كله من الجو، ولكنهم ما خدوش بالهم من أي حاجة غريبة. وبعد ما افتكروا إن الدنيا طبيعية قرروا ياخدوا بعضهم ويمشوا. ما ميرسر وأنطوان فوقفوا فجأة عند أحد الحواجز وحظر التجوال. رجال الشرطة اتعاملوا معاهم بعنصرية واضحة ونزلوهم من العربية وفتشوهم من غير أي سبب حقيقي، ورغم إنهم ما لقوش أي حاجة سابوهم يمشوا من غير حتى ما يعتذروا. الموقف ده أثر جدا في أنطوان، والأول مرة شاف بعينه الظلم وسوء المعاملة اللي أبوه وغيرهم بيتعرضوا لها. نفس الوقت بقى تقريبا كانت العصابة جوه المصنع نجحت أخيرا في فتح الخزنة باستخدام المتفجرات. بعد ما العصابة فجرت الخزنة أخيرا دخلوا بسرعة يشوفوا الغنيمة اللي خطروا بكل حاجة علشانها. وهنا كانت المفاجأة، الخزنة كانت مليانة سبائك بلاتين، وكمية البلاتين الموجودة كانت كفيلة تخليهم أغنياء في لحظة. رجان ساب أفراد العصابة شوية وخرج علشان يجهز للهروب. أما دينيس فدخل الحمام وحاول ينظف الدم اللي على إيده بعد اللي حصل مع كوبلاند. في نفس الوقت تقريبا وصل ميرسر للمصنع ومع أنطوان، وأول ما قرب من المبنى لاحظ إن الحارس الرئيسي مش موجود في مكانه. الحاجة دي كانت غريبة جدا وخلته يشك إن في حاجة مش طبيعية بتحصل، ورغم إحساسه إن في مشكلة دخل المصنع وقال لأنطوان يروح الحمام لأنه كان محتاج يدخل. لكن أول ما أنطوان دخل الحمام اتفاجئ بوجود دينيس جوه. دينيس اتخض من ظهوره المفاجئ لدرجة إنه رفع السلاح عليه بشكل تلقائي. وعلى الناحية التانية بقى كان ميرسر بيتحرك جوه المصنع، وفجأة اكتشف جثة جوزيف. الصدمة والغضب سيطروا عليه فورا، وأخد السلاح بتاع جوزيف وبدأ يتحرك بحذر بين الممرات وهو بيحاول يفهم ايه اللي حصل. وبعد لحظات افراد العصابة شافوه وبدأوا يضربوا نار عليه. ميرسر قدر يهرب بصعوبة من الرصاص وبدأ يدور على أنطوان بسرعة، ولكن الصدمة الأكبر كانت لما اكتشف إن ابنه اختفى. وبخوف شديد جرى ناحية منطقة التحميل وقرر يقطع الكهرباء عن المصنع كله علشان يعمل حالة فوضى تساعده يتحرك براحته. وبالفعل المكان كله غرق في ظلام داكن، وميرسر استغل الفرصة واشتبك مع واحد من البلطجية، وبعد خناقة قصيرة قدر يوقعه ويفقده الوعي. وبعدها رجع بسرعة ناحية منطقة التحميل، وهنا شاف رجان وهو بيجهز الفان للهروب. استغل عنصر المفاجأة واداله لكمة قوية خلت رجان يقع فاقد الوعي، وبعد كده سحبوه المكان بعيد علشان يستوجبه ويعرف منه الحقيقة. في الوقت ده بقى كان دينيس أخد أنطوان ووداه عند ليل بدأ يسأل الولد أسئلة كتير قدام كوبلاند. أما كوبلاند فكان حالته مأساوية بعد ما رجله اتسحقت واضطروا يقطعوا الجزء المصاب منه، وكان بيصرخ بشكل مرعب من شدة الألم. ميرسر حاول يعرف تفاصيل السرقة من رجان، ولكن رجان رفض يتكلم أو يقول أي حاجة مفيدة. ومع ذلك ميرسر بدأ يجمع الأحداث مع بعضها وفهم إن العصابة جاية مخصوص علشان تسرق البلاتين الموجود في المصنع. وبعدها تسلل بهدوء ناحية غرفة الخزنة، ومن مكانه شاف ليل وهو بيهدد أنطوان. وفي اللحظة دي صرخات كوبلاند بقت مزعجة جدا بالنسبة لليل، ومن غير أي رحمة رفع سلاحه وضربه كذا طلقة وأنهى حياته بدم بارد. المشهد ده كان صادم جدا لكل اللي شافه. دينيس وأنطوان وقفوا مذهولين ومش مصدقين اللي حصل قدامهم. وبعدها حاول أنطوان يشرح سبب وجوده في المصنع، وقال إنه جاي يدور على أبوه اللي بيشتغل هناك ومش عارف هو فين. كلامه كان صادق وواضح، وده خلى ليل يلين معاه بشكل مؤقت وقرر يسيبه يمشي من غير ما يأذيه. ولكن الحظ ما كانش في صف أنطوان. نفس اللحظة رجع البلطجية وقالوا لليل إن رجان اختفى، وهنا الشك بدأ يدخل في قلبه. نادى على أنطوان قبل ما يمشي واتهمه إنه كان بيكذب عليه من البداية، وغضبه زاد بشكل مخيف وقرر يستخدم الولد كطعم علشان يجبر رجان إنه يظهر لهم، وعلشان يضمن إنه ما يهربش خلاه يفضل قريب منه تحت المراقبة. نفس الوقت بقى بعت بلطجية يفحصوا الفان، ولما وصلوا اكتشف مفاجأة جديدة. قطعة مهمة جدا من محرك العربية كانت متشالة، وده معناه إن العربية مش هتتحرك مهما حاولوا. في الوقت ده كان ميرس خرج من الغرفة بتاعة الخزنة وحاول بكل الطرق يلفت انتباه هليكوبتر الشرطة اللي كانت بتلف فوق المصنع. فضل يلوح بإيده ويشاور لهم، لكن للأسف محدش أخد باله منه والهليكوبتر كملت طريقها. ميرسر حاول يهدى ويفكر، ولكن فجأة اتفاجئ بواحد من البلطجية بيهاجمه من ورا، واشتغلت بينهم خناقة عنيفة جدا.
البلطجي كان عايز يعرف مكان القطعة بتاعة المحرك لأنها ضرورية لتشغيل العربية، ولكن ميرسر رفض يتكلم والاشتباك اتحول لمعركة حياة أو موت. في النهاية قدر ميرس يوصل لسلاحه وضرب البلطجي بالنار، وقوة الطلقة رجعته لورا بعنف، فوقع من خلال السقف الزجاجي لغرفة الخزنة وسقط جثة قدام ليل وأنطوان. بعد كده رجع ميرسر عند ريجان ولقاه متربط ومضروب بشكل وحش. المشهد ده أثر فيه بشكل غريب لأنه كان فاهم كويس معنى إن يكون أب قاسي وما بيهموش غير نفسه. وقتها قال لريجان حقيقة صادمة وقال له إن أبوه قتل واحد من رجالته قدام ابنه. ريجان فهم فورا إن المقصود ده هو كوبلاند صاحبه المقرب. في اللحظة دي بدأ يشوف الحقيقة اللي كان بيرفض يعترف بيها طول الوقت ده. أما في الناحية التانية فكان ليل والبلطجي الأخير بيصبوا أحماض كيميائية على الخزنة وعلى المكان كله، وكانوا عايزين يمسحوا أي دليل ممكن يربطهم بالجريمة. وبعدها بدأوا يحطوا سبائك البلاتين جوه الشنط استعدادا للهروب، وكل حاجة تقريبا كانت جاهزة. في مكان تاني بقى قعد دينيس مع أنطوان يحاول يعرف مكان ريجان، لكن أنطوان أكد إنه ما يعرفش أي حاجة. ليه حس إن الوقت بيضيع فمسك جهاز اللاسلكي وكلم ميرسر وعرض عليه صفقة وقال له يجي لوحده من غير سلاح على منطقة التحميل مقابل إنه يسيب له ابنه. لكن ريجان تدخل بسرعة وحذر ميرسر إن ده فخ، وقال له إن أبوه عمره ما كان بيسيب أي شاهد حي وإن وجود أنطوان معناه إن في خطر حقيقي. وبعد ما ميرسر فهم الوضع بدأ يحط خطة تانية وقدر يقنع ريجان إنه يتعاون معاه. منطقة التحميل كان دينيس بيحول البلاتين جوه العربية، أما ليل فكان أخيرا لقى قطعة المحرك المفقودة وركبها بسرعة، وبكده العربية بقت جاهزة للحركة. لكن طمع ليل وغضبه كان وصلوا لأقصى درجة وقرر يقتل أنطوان انتقاما لمقتل واحد من رجالته على ايد ميرسر. وفجأة انفجر الموقف بالكامل، لكن ميرسر اتحرك بسرعة رهيبة ودفع ريجان ناحية العربية علشان يتحمى. نفس اللحظة بدأ يضرب نار على العصابة واشتعل تبادل اطلاق نار عنيف في كل مكان. وسط الفوضى دي اتصاب دينيس برصاصة طايشة، ورغم اصابته الخطيرة فضل يساعدهم يحملوا اخر كمية من البلاتين. ريجان جرى عليه وحاول ينقذه، اما ميرسر وانطوان فتمكنوا من الوصول لمقعد سواق ومشوا بالعربية بعيد عن المصنع ومعاهم البلاتين. لكن الكابوس لسه ما خلص. ليل اللي كان أعمى بسبب الطمع والغضب سرق عربية ميرسر، والبلطجي الأخير ركب معاه وبدأوا مطاردة مجنونة وسط الشوارع المشتعلة. وخلال المطاردة دي حالة دينيس كانت بتسوق بسرعة، وفي النهاية مات ما بين ايد اخوه ريجان. الخسارة هنا كانت قاسية جدا. ريجان اتحطم من جوه واتملأ قلبه بالحزن والغضب والرغبة في الانتقام، وبكل القوة اللي فاضلة عنده فتح باب العربية وبدأ يضرب نار على عربية ابوه اثناء المطاردة. لكن البلطجي اللي مع ليل رد بإطلاق النار، واحدى الرصاصات أصابت ريجان مباشرة في صدره. ورغم ان الرصاصة كانت مستقرة في صدره قال ان ريجان رفض يستسلم وجمع اخر قوة فاضلة عنده ورفع سلاحه بالعافية، وبطلقة أخيرة قدر يضرب البلطجي اللي كان مع أبوه وبيقتله في اللحظة دي. لكن بعدها مباشرة جسمه بدأ ينهار وقع على الأرض بسبب النزيف والإصابة الخطيرة. في نفس الوقت ده صوت الرصاص شتت ميرسر وأنطوان، ومع السرعة والفوضى اللي كانت حوالين العربية ميرسر فقد السيطرة على العربية والعربية خرجت عن الطريق بعنف شديد، وبعد ثواني انصدمت جامد جدا واتحطمت بالكامل. الحادث كان مدمر، ومع الخبطة سبائك البلاتين تناثرت في كل حتة على الأرض. وبعدها وصل ليل لمكان الحادث ونزل من العربية وفضل واقف يبص على المشهد. شاف البلاتين مرمي على الأرض كأنه كنز ضاع منه، الثروة اللي ضحى بكل حاجة علشانها بقت قدامه ومش قادر ياخدها. وبعدين بص ناحية ريجان، ابنه كان لسه عايش بالعافية وبيطلع في آخر أنفاسه، والأول مرة ملامح ليل بينت حاجة شبه الندم. قرب منه بهدوء وقعد جنبه وبدأ يعتذر له واعترف إنه فاشل كأب وإنه عمره ما كان الأب المثالي اللي ابنه محتاجه. وثواني بسيطة كان شكله كأنه ندمان بجد، لكن الحقيقة كانت أقصى من كده. فجأة رفع سلاحه وضرب ريجان رصاصة في دماغه من غير أي تردد، وقتل ابنه بنفسه في أبشع اللحظات في الفيلم كله. في الوقت ده كان ميرسر بيحاول يطلع من العربية وبيزحف بالعافية بره العربية المدمرة، ولكن ليل شافه فمسك سلاحه وراح ناحيته علشان يخلص عليه، وقرب خطوة خطوة ورفع السلاح. ولكن قبل ما يضغط السناد بثانية واحدة طلقة رصاصة جت من وراه، والمفاجأة إن أنطوان هو اللي ضرب النار. الولد اللي كان طول الفيلم غاضب ومش مستقر هو اللي أنقذ أبوه في النهاية. الرصاصة أصابت ليل من ظهره وقع على الأرض، وبكده انتهت حياة الشخص اللي سبب كل الفوضى والدمار ده. وبعدها ميرسر جرى على ابنه بسرعة وحضنه جامد، والاتنين كانوا لسه عايشين بعد كل اللي مروا بيه ده. في اللحظات دي كل الخلافات القديمة راحت وما بقاش مهم غير ان هم عاشوا سوا. وبعدها ركبوا عربية كانت لسه شغالة ومشوا من المكان اللي كله نار وفوضى ودمار. وفي النهاية الفيلم بيخلص على قصة أب وابنه قدروا أخيرا يرجعوا لبعض بعد ليلة كانت من أتعس وأعنف الليالي في لوس أنجلوس كلها.